السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمدان من قناة السيرباد، رجعنا لكم بفلوق جديد. فلوق اليوم يا اخواني مباراة العين امام عجمان، مباراة ممكن تكون يعني فيها تخوف خفيف وبسيط، ولكن العين قادر انه يفوز. ونفس ما تشوفون يا اخواني تشكيلة مباراة العين، التشكيلة نفس ما هي، يعني ما فيها شيء مختلف. فباذن الله ان العين راح ينتصر اليوم. على الاسف ما راح نلحق على الشوط الاول، فراح ادخل انا على الشوط الثاني. فاتمنى اتمنى اتمنى ان العين يعني يسجل، اوكي، بس يسجل في الشوط الثاني، يعني ما سجل في الشوط الاول. نتجه للملعب. طبعا وصلنا للملعب بالسلامه، واهم شيء ان العين يعطيهم العافيه ما سجلوا لنا الحين، شكلهم يتريوني. يعني النتيجه في الشوط الاول كانت 0-0، في فرص خطيره ولكن ما في اي من الفريقين سجلوا هذه الفرص. والحين قبل لا يبدا الشوط الثاني خلوني اسال الجماهير الفريقين عن رايهم الشوط الاول وشو توقعاتهم للشوط الثاني. والتقينا مع اول مشجع عيناوي. شو رايك في الشوط الاول الصراحه، يعني على اللي صار والاحداث المباراه، وانه انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0؟ والله الشوط الاول يعني في اغلاط بامانه، يعني انت تستغرب من اللعب. اذا انت مع احترامي لنادي عجمان نادي كبير ما بقلل من قيمته، اذا انت الشوط الاول ضد عجمان تلعب بهاللعب، كاس العالم للانديه شو بتسوي؟ والمباراه الجايه اتوقع مع النصر شو بتسوي قدام النصر؟ يعني ما اعرف شو موضوعهم. يحيى الله يسامحه غلط، يحيى لاعب كبير المفروض يركز، يعني الاغلاط هذه ان شاء الله ما تتكرر باذن الله. على طاري مباراة النصر القادمة وهذه المباراة، هل تتوقع العين يقدر يخطف المركز الثالث؟ ان شاء الله، ليش لا، بس يعني اهم شيء نحن نخدم اعمارنا، ما نتري اي فريق يخدمنا نحن، لان تعرف انا قدامي الوصل والوحده، يعني مستحيل نادي الوحده او نادي الوصل يتفرط باي نقطه. تتوقع يعني هل ممكن الصفقات اللي منتشرة حاليا عن الإشاعات اللي طالعة عن مهاجم بيونتك، وأيضا الصفقات الثانية منها القلب دفاع ديمستي، وحتى دي بروين ارتبط اسمه مع نادي العين، هل تتوقع هذه الثلاث صفقات او ممكن نقدر نقول صفقتين منهم تضبط الأوضاع في العين؟ ان شاء الله. شوف نحن عندنا وايد مشاكل وما يعني يبان، نحن يبان لعيبه، لازم نجدد الفريق، لان تعرف خلاص بعد فتره ان شاء الله بنلعب كاس العالم للانديه، ان نحن مش شرط ان نجيب لعيبه عشان كاس العالم للانديه، لا بننافس الموسم الجاي على البطولات. وشو رايك الحين في الشوط الثاني؟ هل تتوقع العين راح يصحح الاخطاء ولا راح يستمر بنفس الاداء والنتيجه؟ لا ان شاء الله بيصحح، وكل ثقه باللعيبه والمدرب. كم تحسب تخلص؟ حتى لو 1-0 اهم شيء 3 نقاط، انا راضي. 3 نقاط بس. اي نعم. وطبعا مع دخولي الملعب يبتدي الشوط الثاني على بركه الله، ان شاء الله العين ينتصر ويخطف 3 نقاط من هذه المباراه. نفس ما قلت لكم المباراه هذه مش سهله، فريق عجمان فريق يكون ثقيل امام الافرقه الكبيره الصراحه، يعني يلعب بحذر شديد ويركز في كل هجمه فيها ويحاول يستغل الفرص كلها. العين قاعد يضيع فرص، عرضيات كثيره صارت في الشوط الاول العين ما استغل ولا وحده، العرضيات كلها غير صحيحه. اتمنى ان في الشوط الثاني يعدلون هالامور هذه. آخر 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة، العين لين الحين ما قدر يسجل هدف ولا حتى نادي عجمان، ولكن العين ضيع كثير 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 الصراحة في هذه المباراة. العين ضيع أهداف كثيرة. هل ممكن نشوف العين راح يسجل في آخر 5 دقائق هدف على الأقل ويخطف 3 نقاط؟ الله أعلم. الحكم يحسب 6 دقائق وقت الضايع، هل راح نشوف العين يسجل هدف او عجمان راح يسجل هدف، او المباراه راح تنتهي بالتعادل السلبي 0-0؟ الله يستر ويعين ويشوف. هي جول العين، هذه اول مره تصير، توني اقول، ولكن تسلل. يا فرحه ما تمت. كوره غريبه صراحه، ما استوعبنا يعني انها دخلت في المرمى
الا يوم لمست الشبك، لان الكوره كانت وضعيه غريبه، الحطه غريبه، كل شيء غريب، ولكن الكوره دخلت في الجول، والحكم يرجع للفار ويشوف ويتاكد، وان شاء الله الكوره جول يا رب. مع الاسف تم الغاء الهدف بداعي التسلل. غضب واستغراب جماهير نادي العين على اللقطه الماضيه بعد عرقله محمد عباس، وكيف ان الحكم حسب الكوره لصالح عجمان. لقطه غريبه الصراحه. والحكم يعلن نهايه المباراه بالتعادل السلبي 0-0. انتهت المباراة بنتيجة 0-0. الصراحة العين ضيع 3 نقاط اليوم، يعني حرام الصراحة. مباراة أنت عندك فرص كثيرة تضيع منها، ولا عرضية صح في الشوط الأول. الشوط الثاني شفنا ولكن كل الكور تضيع بشكل غريب الصراحة. واللقطة الثانية أن الحكم يعني وقف هجمة للعين، وهجمة خطيرة، وهجمة من الممكن أنها تكون هدف، ويعني عرقلة واضحة على محمد عباس، ولكن الحكم وقف الهجمة وحسب خطأ على محمد عباس لصالح نادي عجمان. والآن نتجه إلى الميكس زون. وبعد نهاية المباراة مع المشجع العيناوي، شو رأيك؟ ما بقول لك عن الشوط الثاني، شو رأيك في آخر لقطة في المباراة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولك الحمد، الله قدر الله ولك بالعلم، الحمد لله. يعني فوق خسارة، يعني أول شيء المباراة أمس الأبطال، مبروك أبطال آسيا، بطل الإمارات نادي الشارجة، مبروك سيدي راح السمو الشيخ سلطان محمد قاسمي، مبروك الناموس اللي هو كأس آسيا. ونعني نحن نتكلم الدوري الحمد لله. الحين العين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قضى الله كيف العلم، الحمد لله فوق خسارة يعني ما خالف، عقبة. يعطيك العافية كابتن نبغى نعرف شو شعورك أمس بعد ما أخوك ونادي الشارجة يعطيهم العافية فازوا بكاس دوري أبطال آسيا 2؟ الحمد لله، أول شيء يستاهلون ومبروكين ويستاهلون أمانة، يعني فرحونا أمس. خضوا آسيا، وإن شاء الله أن يستمرون في البطولات الثانية إن شاء الله. بس أنت شخصيا شو كان شعورك؟ صراحة يعني كانت مباراة صعبة، يعني تعرف 50-50، فكان قلوبنا معاهم. الحمد لله شلوا الكاس ويابوه هني عنا. في قصص أخوك قال لك إياها عن الكاس أو شيء؟ لا والله، يعني إنه هو كان حلمه إنه ياخذ آسيا أمانة، يعني عنده تقريبا كل البطولات، وكان حلمه إنه ياخذ آسيا. قلت له خلاص وقف كورة الحين. الحمد لله يستاهلون. First, Milosh, I don't know what to say. Hard luck or congratulations on 1 point. Both teams played well, but also both teams missed many shots. What was like the main thing that let Ajman today lose 2 points? Yeah, like you said, they can win, we can win, but on the end, I think draw is okay result for us because we play good defense, and we know that we're gonna face strong team, especially when you play at their home. So I think defensively we do a good job. Long time we didn't keep zero from behind, so it's also good to keep to give a boost to the team before the last game. And I think it's good way to close maybe the league with a draw here. Like you said, we can win, we can lose, but it's football, so let's see. I'm happy with the performance of the team today. Milosh, also like as you said, like this is the game before the last game, and you played against Al Ain in Al Ain Stadium, and you went out with 1 point. It's a good job also. But for the last game, what is your goal? Yeah, of course, we want to close the league with the win, especially we play home long time. Yeah, we have the last 2 games at home. We didn't win, we lose. And we didn't play well as well, so I hope we can bring this happiness to the supporters last game and to close the last game and the league in the good way. So I'm looking forward for that. Coach, first, I don't know what to say, like hard luck or congratulations about 1 point. Both teams like were missing a lot of chances, but Al Ain we saw them like having the ball and the position more. What was like the main factors that made Ajman today lose 2 points? But you know, it's when you play against a line here, you know, and our team today missed
3-4 players very important who is most of matches start. And of course, our team is give ball for a line. A line, of course, from first till to last minutes had position, create some chance. Our team tried to have chance from fast attack and counter attack. Little bit is need to improve last passes. Maybe he had more chance for score. Generally, spirit was good. Duels, was very compact, and I can be satisfied about the results. Coach, this was not the last game, before the last game. For the last game, what do you want to say for Ajman fans? But I want to say really thank you, and give support for us from first to last minutes, and we will try to improve, and we will try to make more better results and to make fans more happy with the last match. And for the next season, will we see Ajman in the, if we can say, top 6? But we will try, we will try a little bit. We will refresh team, we will some energy new, and I hope we will take benefit from this analysis. From this season, we will make a good analysis, and we will try to bring some players what Ajman need this season. Eric, first, I don't know what to say. Hard luck or congratulations about 1 point. Al Ain needed the 3 points today. And also, in the first half, Al Ain had made more than 10 crosses and no one of them was correct. So what happened with the game? No, hard luck, sure, because we try to take the victory, and the Ajman have a very good team, but today come only for destroy, and they try to go in the counter-attack. We in the defensive phase we protect our goal. Is don't suffer nothing, but in the attack we try. I think in the first half Laba take one good opportunity. I give it for Kaku give it for Laba, and I not remember another clear. We don't made the last pass good, like you say, and that's it. Because this we don't take the victory. Also in the second half, second half we try again. Cross, Laba inside the Sofian shoot, they block it. Was hard luck today. Eric, also at the end of the second half in the added 6 minutes, we saw that Mohamed Abbas had been tackled at the end, and it was supposed to be a penalty, and also Senabria's goal. So what do you say about these things that happened? It's not good to come every game and spoke about the referee, but every game we have something against us, and for me was clear penalty because Abbas was in the control of the ball, and the guy feel Abbas will go inside the box and they go direct in the body. It's clear, and they also have VAR. When you have this help of the VAR, you cannot make 2 mistakes in one moment. If you cannot see in the field, you need it to check with the guys if something happened. And for me was clear, but it's okay. It's mistake of the referee, when we try to make a dribbling or pass and make a mistake, also referee can make. Eric, for last game, Al Ain needs the 3 points to at least try to secure the 3rd position. So what do you want to tell the fans? Yeah, it was very, very difficult season for us. Now we need to go to the home and support another team for last. And inshallah is in the hand of God now. Inshallah we can go to the last round with the opportunity to fight to Champions League, because we are the biggest here, and we need to go to the biggest competition. Thank you, Eric. Coach, we saw Al Ain today having most of the possession and pressing, but there are no goals. And also, at the last, we can say 10 minutes,
العين was having possession more than Ajman, and they were like having the ball more than them like at the last 10 minutes. We have more ball than them from the beginning of the game, from the first second of the game. It's not a question just that we have more ball than them. It's a question that first 45 minutes we spend without to create something for goal. But second 45 minutes we play much better. We create a chance. We score one goal. They cancel. I don't know why. We had a penalty, clear penalty. They don't give us. It's a repeat. Coach, as also like as you said right now that it is repeating, like what is happening like with the VAR or referee against like Al Ain with these most times? This is not question for me. I'm coach. Thank you. Thank you. ومن الميكس زون نختم الفيديو. يعطيكم الصحة والعافية. طبعا يا اخواني هذه آخر مرة راح اختم فيها الفيديو في استاد هزاع بن زايد، أجمل استاد في عام 2014، ولكن ما راح تكون الأخيرة هذه، لأن إن شاء الله راح نرجع للموسم القادم بحلة جديدة وبقوة، ويعني راح نستمتع في الموسم القادم. أحب أشكركم شخص على دعمكم لي من بداية هذه السلسلة لين المرحلة هذه ولين المراحل اللي قدام. يعطيكم الصحة والعافية. صراحة والله العظيم إن سعادة صراحة كبيرة. صح إن العين يزعلنا، بس والله العظيم دعمكم لي هو اللي يعطيني الدافع اني احضر كل مباراة، رغم ان النادي يزعلنا والنادي صراحة في دروب مخيف، ولكن دعمكم لي هو اللي يخليني استمر. وان شاء الله لكاس العالم للأندية في خطة راح تكون حلوة، وان شاء الله انها تضبط وتكون بفكرة جديدة، بشيء جديد، يعني لمسة جديدة نفس ما يقولون. المباراة القادمة راح تكون هي آخر مباراة للعين أمام النصر. الله يوفقهم إن شاء الله يفوزون ويأخذون ال3 نقاط. خلنا نرجع على موضوع مباراة اليوم. مباراة اليوم الصراحة الفريقين ضيعوا، ولكن العين ضيع بشكل مش طبيعي، ونفس ما شفنا أيضا غضب المدرب فلاديمير إيفيتش بعد نهاية المباراة عن التحكيم وعن لقطة البلنتي ولقطة إلغاء الهدف. يعني في شيء غضبة ويعني مزعله كثير الصراحة، ومعاه حق. حتى الجمهور العيناوي مستغربين إن كيف اللقطة الأخيرة ما كانت بلنتي. حتى أنا مستغرب إن كيف ما كانت بلنتي، أو إن حتى استمر في اللعب على الأقل، مش إنك تحسبها خطأ على محمد عباس والكرة تروح لفريق عجمان. يعطيكم الف عافية على المشاهدة. أتمنى أنكم استمتعتوا حتى لو بالقليل. صح إني ما لحقت على الشوط الأول، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. ونتلاقى إن شاء الله في آخر مباراة في النصر. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. كتبوا كومنت تحت شو رايكم في أداء العين اليوم، وشو رايكم في أداء الحكم. هل كان الحكم يعني ممكن أخطأ في آخر 10 دقائق نقدر نقول. كان معاكم حمدان من قناة السير باندا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.